Welcome to our channel. أنا دينا أسامة وده برنامج English Talks. في حلقة النهاردة هنتكلم عن حاجة هتفرق بشكل كبير جدا جدا في نطقك، وهي أنواع حرف ال L. عندنا نوعين لحرف ال L وهما ال dark ل والclear ل أو ال light ل. خلينا نبتدي بال light ل أو الclear ل. ايه موقعها في الكلمة وبتتنطق ازاي؟ من اسمها كده light، حرف ال L بيكون في أول الكلمة، ومن اسمها برضو clear حرف ال L لو جه في نص الكلمة بيكون بعده صوت متحرك. عندنا مثلا كلمة like، love، long، كل دي كلمات ال L فيها جاية في أول الكلمة. تقريبا في كل الحالات لما ال L بتيجي في أول الكلمة بيكون اللي بعدها صوت متحرك، فبالتالي هتتنطق light له اللي هي ال العادية اللي احنا متعودين عليها، فهتقول like، love، long. عندنا مثلا كلمة blue ويلو وfollow، دول حرف ال فيهم جاي في نص الكلمة وجاي بعده صوت متحرك، فبالتالي هتكون light له. هنا حرف ال جاي في نص الكلمة، ففي الحالة دي بنبص على اللي جاي بعد حرف ال مش اللي جاي قبله. اللي قبله مش هيأثر في حاجة ولا يفرق معانا في حاجة، كل اللي هيأثر على الحرف هو اللي جاي بعده. فهنا اللي بعدها صوت متحرك، فبالتالي هتتنطق light له، فاسمها blue، yellow. ويلو الصوت المتحرك اللي جاي بعد حرف ال اللي هو في آخر الكلمة ده مش صوت او، ده صوت او، ما اسمهاش يلو، اسمها يلو او، صوت او. ونفس الصوت الموجود في كلمة follow، follow صوت او، اسمها follow ويلو. ونفس الصوت برضه موجود في كلمة go اللي هي جي او، go، او، go، follow ويلو. ففي كلمة blue ويلو follow هنا ال هتكون light له لأن هي جه بعدها صوت متحرك، فهننطقها light له أو له خفيف. وفي كلمة like ولove ولونج هتكون light له لأن هي جت في أول الكلمة وكمان جه بعدها صوت متحرك. فناخدها قاعدة إن حرف ال لما بيجي بعده صوت متحرك بيكون light له مش dark له، لأن تقريبا في كل الأحوال لو حرف ال جه في أول الكلمة بيجي بعده صوت متحرك. فهناخدها قاعدة ثابتة إن حرف ال لو جه بعده صوت متحرك سواء كان حرف ال في أول الكلمة أو في نص الكلمة هتكون light له أو clear له. تاني نوع وهو ال dark له أو ال التقيلة، ودي لو حرف ال جه في آخر الكلمة أو جه بعده صوت ساكن مش متحرك. دايما بنعتمد على اللي بيجي بعد حرف ال مش اللي بيجي قبله، فلو جه بعده صوت ساكن هتكون dark له. ولو حرف ال جه في آخر الكلمة كان هو آخر صوت في الكلمة هتكون برضو dark له. يعني كلمة tall، sail، male، هتقول طب كلمة sail جه بعدها حرف متحرك، بالظبط جه بعدها حرف متحرك لكن ما جاش بعدها صوت متحرك، بمعنى ان الايه هنا كانت silent اللي هي الماجيك اي اللي بتيجي في اخر الكلمة وما بتتنطقش، لكن اخر الصوت كان معانا في الكلمة هو صوت اللا او صوت حرف ال فبالتالي هتتنطق dark لا. عندنا كمان كلمة health وكلمة wealth، هنا حرف ال ما جاش في آخر الكلمة ولكن جه في نص الكلمة وجه بعده صوت ساكن، فهتتنطق dark له، تكون health مش health، health، wealth. فبالتالي الدارك ال هي اللي بيجي بعدها صوت ساكن أو بتيجي في آخر الكلمة، زي كلمة tall، sail، male، health، wealth. طب ازاي بقى ننطقهم؟ اللايت له زي لما بتقول بالظبط في العربي كلمة بسم الله. شوف كلمة الله هنا نطقنا اللام ازاي، نطقناها خفيفة كده لايت، لكن الدارك له في العربي بالظبط زي لو قلت ما شاء الله. شوف الله هنا اللام كانت مفخمة اللي هي في الانجليش الدارك له. ففي اللايت له اللسان بيلمس السنان اللي فوق او الجزء اللثة اللي ورا السنان، لكن في الدارك له بنعلق اللسان كده في سقف الفم، بنقول ال زي ما تقول ما شاء الله، الله، ال، بنعلق اللسان في سقف الفم. لكن في اللايت له بيكون اللسان ورا السنان اللي فوق او على جزء اللثة اللي قبل السنان.
وبننطقهم كده لان حرف ال في الاصل اسمه ال مش ال زي ما احنا متعودين نقول. ففي الحالات العادية لما بيجي بعده صوت ساكن او عامة ما بيجيش بعده صوت متحرك بننطقه ال عادي جدا. لكن لو جه بعده صوت متحرك الصوت المتحرك بيضعف منه او بيغير منه فبننطقه ال اللي هي اللايت له، فبنقول love او live او like. يعني مينفعش انت تقول love صعب ان انت اصلا تقول الدارك له وراها صوت متحرك على اللسان، صعبة وتقيلة، وكمان على الودان ان انت تسمعها شيء غريب. تاني حرف ال اسمه في الاصل ال، يعني لما ما بيجيش بعده صوت متحرك عامة بننطقه ال عادي. لكن لو جه بعده صوت متحرك الصوت المتحرك بيضعف منه فبننطقه lightly. فمش منطقي ان انت تقول love او like او ان انت تنطق عامة حرف ال dark له وهو جاي بعده صوت متحرك، لان بيكون اصلا تقيلة على اللسان ان انت تنطقها، وكمان غريبة على السمع. لما تسمعها تحس ان هي شيء غريب ان انت تسمعه، غير لو سمعت حد بينطق عادي الدارك ال لما بيجي بعدها صوت ساكن او بتيجي في اخر الكلمة او ان عامة ما بيجيش بعدها صوت متحرك، فهتكون بالنسبة لك مش شيء غريب، هتحس ان هي مألوفة بالنسبة لك عادي ان انت تسمعها، مش هتكون غريبة على سمعك. حتى لو حرف ال جه بعده صوت متحرك وانت نطقتها دارك ال بتحس ان الكلام مفخم زيادة عن اللزوم. فان انت تنطق دارك ال وتنزل من المستوى بتاعها على صوت متحرك بيكون الموضوع اصلا تقيل جدا على اللسان. فكده يبقى اللايت له هي ال الخفيفة، زي في العربي لما بنقول بسم الله. كلمة الله اللام فيها مرققة واللسان بيلمس السنان اللي فوق او جزء اللثة اللي قبل السنان، وهي اللي بيجي بعدها صوت متحرك زي كلمة like live love long ولايف. ولكن الدارك له هي ال المفخمة زي ما بنقول في العربي كده ما شاء الله، فكلمة الله اللام فيها مفخمة، ودي بالظبط زي الدارك ال في الانجليش، واللسان فيها بيلمس سقف الفم فبنقول ال وهي اللي بتيجي اخر صوت في الكلمة او اللي بيجي بعدها صوت ساكن، وهي اللي بتيجي اخر صوت في الكلمة زي كلمة tall وميل، هي برضو اللي بيجي بعدها صوت ساكن زي كلمة health well. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اعملوا لايك وشير للحلقة مع صحابكم عشان الكل يستفاد، واعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا معانا الحلقات الجاية. كانت معكم دينا أسامة من English Doors.